يقف أعظم ملوك الأرض ذات يوم يستعرض بعضا من جيشه، كتائب من البشر والجان والطير، وقد انتظم جميعهم مسلمين لأوامر القائد الأعلى. تخيل معي هذا الصورة، وكل ملتزم مكانه. وبينما هو كذلك إذ به يسمع نملة صغيرة تنصح قومها قائلة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فعلت وجهه عليه السلام ابتسامة ضاحك، وتعجب من قولها ومن حسن ظنها به وبجنوده. ولعله آنذاك تأمل فيما هو فيه، فرأى ذروة الملك الدنيوي قد حيزت له وسخرت بين يديه، فدعا ربه، دعاه بما هو أعظم من ذلك كله، وقال: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يوسف عليه السلام تدور به أقدار الله من عطف والده إلى البئر، إلى القصر، إلى السجن، إلى الملك. وحين يجمعه الله بأبيه ويلم له شتات أهله وهو عزيز مصر، يناجي ربه معترفا بما أولاه من النعم، ويدعو بأمنيته الأخيرة: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، تماما كأخيه سليمان. تلك هي اللحظات النقية التي تجلى فيها بصيرة الإنسان فيدرك حقيقة الحياة وزيف الدنيا، بعد أن بلغ فيها أعلى المقامات، الملك والتمكين، وخبر تقلباتها وأدرك أبعادها، فينطق فيه صوت الحكمة والإيمان خالصا لله عز وجل أن يجعله مع الفئة الصالحة. كما قال أستاذ العقيدة ومحطم الأصنام خليل الله إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وألحقني بالصالحين هو رجاء المؤمن ألا تتقلب به موجات الحياة فيسقط عن مراكب النجاة إلى ظلمات الإفساد. رجاؤه أن يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رجاؤه كمسافر وحيد يرى أن الدنيا إنما هي ليل أظلمت أركانه واشتد سواده، فيجعل كل مراده أن يريه الله نجوم الهداية ليسير مسترشدا بها، مقتفيا أثر السائرين الذين وصلوا إلى غايتهم، فيكون معهم في ركب الفائزين من عباد الله الصالحين. اسمع هذه الآية التي يوصي الله فيها نبيه: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أي قل يا محمد لهؤلاء الذين جحدوا رسالتك أنني ما تحديتكم إلا لأنني معتز بالله وحده، فهو ناصري ومتولي أمري، وقد جرت سنته سبحانه أن يتولى الصالحين وأن يجعل العاقبة لهم. يطمع المؤمن أن يكون ممن تولاهم الله. ثم يقرأ وعد ربه: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، فيستبشر بوعد خالقه ويدرك ماذا يجب علي أن أفعل لكي أنال هذا الشرف، فيسعى لصلاح قلبه مع الله، وصلاح أعماله في دينه ودنياه، وصلاح صحبته ومعاشرته، فيملأ الصلاح حياته. وأمنيته أن يختم له بالحسنى، وغايته أن يكون في عباد الله الصالحين. فما غايتك أنت؟ السلام عليكم.